حسب صحيفة الرياضية، علي لجامي أعطى نادي النصر مهلة أسبوع، طلب عقد لمدة 4 سنوات بقيمة 72 مليون ريال، يعني فالسنة 18 مليون، فالشهر 1.5 مليون. اللهم اني صايم. علي لجامي الله يوفقك والله يرزقك، ولكن انت وش قدمت علشان تطلب مثل هالمبلغ؟ جبت الدوري 4 مرات متتالية، أبطال آسيا 6 مرات، كأس العالم للأندية مرة. وش هذا يا لجامي؟ والله ماني حاسدك، ولكن اطلب الشيء المعقول. الحين يجيك واحد يقول دافع شيء من جيبتك. لا والله ما دافع شيء من جيبتي، ولكن ما ودي كل بداية موسم نادي النصر لا يستطيع تسجيل اللاعبين بسبب المبالغ اللي دفعها في الصفقات. ثاني شيء اللي يقول لك طيب انت اعطي الاجنبي 100 مليون و200. الاجنبي طول الموسم يحرث حرث، تحصل له مباراة مباراتين طول الموسم اللي يكون فيها سيء. الاجنبي عارف لو ما يقدم شيء انه مع الباب اخر الموسم، مو هي 4 سنوات و5 سنوات عقد. صح ولا كلامي؟ بوجهة نظري هل تشوفون علي لجامي يستحق 72 مليون ريال؟ انا والله اني اشوف انها كثيرة بالمرة. وش رايك انت؟ قبل الختام لا تنسى الاضافة، التعليق. الله يكتب فيكم جميع. سلام.